الكرة في ملعبك. لا ينبغي أن تكون في قضية اسمها قضية قطع للسيارة. لو توجه غدا الشيخ وليد الرشودي واصطحب مع بعض طلبة العلم وذهبوا إلى سماحة المفتي وجلسوا وتحاوروا وشكلوا ورقة وذهبوا بها إلى أولياء الأمر لانتهى الموضوع ولمضينا إلى ما هو أدعى وأهم. جميل. طيب أنا أفصل بينكما تعليق سريع. أولا يعني أشكرك أننا نغار على أعراضنا بأننا نمنع نساءنا ونخاف عليهن حينما تريد أن تسافر، والذي لا يخاف هذا أمر آخر. الأمر الثاني قضية كثير يا جمال، أرجوك أن تضبطها. ما في كثير. ادخل الآن على أيقونية الجوازات اللي ترى أن القلة هي التي تسمح بالسفر بدون محرم، فأرجو أن تضبط التعبيرات كما أنك فندت الإحصائيات الرسمية. نحن نقول لك أنت ما عندك إحصائية أصلا. هذا أمر. الأمر الذي أريد أن أشير إليه أن لماذا تقلب الكرة عليه؟ تقول وليد يروح ووليد يجي ووليد يسوي كنموذج. لا لحظة يا أخي. لا أنت رح، لأنكم أنتم المعارضين. أنت رح يا أخي، أنت صاحب الطلب. أنت رح. أنت لما يجي الموافقة لك أنا عارضك، أنت رح وقدم طلبك على المفتي وروح قدم طلبك على ليش تخاف؟ قدم طلبك، امسك. حنا نقول لك اسلك الطريق الصحيح، قدم طلبك يا جمال واللي معك وحريري وشريف ومدري، خذهم وروح قدم. ما نقول لك لا لسماحة المفتي. سيدي لأنكم أنتم المعارضون. أنا سمعت لك. أنتم اللي معارضين. ما يطالب بحقه. أبا صلاح دع الشيخ وليد ينهي مداخلته. ما كان في العقول يوما أن المعارض يروح يطالب بحق معارضه. هذا غباء. إلا إذا كان والله واحد ما معه عقل، والله أنا أقول للي عارضني ويطقني أقول له والله تعال والله أنا أروح أطالب بحق. أنا أقول لك يا أخي الكريم رح قدم واسلك. حنا نرفض أن تفرضوا على الناس أجندتكم بإعلامكم بأن تستجلبوا الغرب الإعلام الغربي عليه. بعدين أنا أقول لك اتهمتني اتهام وسوف أجازيك إياه بأنني إذا وليد رشودي واللي معه سوف يضربون هؤلاء النساء. وأنا أقول لك يا جمال كما أنك سلقت ألسنة حدادا علينا في صحيفتك دهرا أنت ومن وراءك بكافة أنواع الكذب والزور والبهتان، ولا نملك إلا الدعاء فقط. نرفع أيدينا في جوف الليل. والله طليب من نالنا بسوء، وسوف الله تعالى يأخذ بجريرته يوم القيامة. جزاك الله خير. جزاك الله خير. أنا أشد على يدك أبوس راسك كمان هنا. خلوكم على الدعاء الله يخليكم. والدعاء راح يجيبك. لا تتعرضوا لبنات الناس. ما ضربناهم. ما ضرب. أنت اللي تعرضت. عفوا يا شيخ وليد. عفوا أبا صلاح. دعونا يعني نأتي عادة. جزاهم الله خير الأخوات يعني يتداخلن ويفصلوا بين